انتم شفتوا هاي الحالة الانسان يخاف يشرب الماء، يخاف يشوف الماء، هاي يسمونها الهيدروفوبيا. هاي الحالة تصير نتيجة تعرض الانسان الى عضة من حيوان مسعور. الحيوان يكون مصاب بداء الكلاب او السعار او الريبيز. لما الحيوان يعض شخص راح ينتقل الفيروس عن طريق اللعاب من الحيوان للإنسان، وراح ينتقل إلى مخ الإنسان، وبالتالي راح يغير تعامل المخ مع العضلات. راح يصير عندنا تقلصات عضلية مفاجئة، وتنتج عندنا هاي الخوف من الماء. وإذا ظهرت هاي الحالة عند الشخص المصاب فغالبا راح يتوفى، لأن ماكو علاج فعال لهاي الحالة. أما بالنسبة للأعراض فالأعراض واضحة: خوف شديد من الماء، زيادة باللعاب، صعوبة بالبليع، تقلصات عضلية مفاجئة. ولا سامح الله إذا تعرضت إلى عضة حيوان سواء كان مسعور أو غير معروف، لازم تطبق لنا الشروط. أولا تغسل مكان العضة بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة. ثانيا تاخذ لقاحات داء الكلب أو السعار حسب جدول الطبيب. وآخر شيء الوقاية خير من العلاج على مود نتجنب هاي الحالة.